أهم أماكن سياحية في مصر بلد جميلة وساحرة تضم بين طياتها العديد من الشواهد الأثرية الرائعة والتي كانت محور اهتمام للعديد من الزوار الوافدين إليها، حيث ستجد رائحة عبق التاريخ تفوح منها بمجرد أن تطأ قدميك أرضها. فهي كانت ولا زالت من أهم البلاد الجاذبة للسياح على مستوى العالم. فإذا أردت أن تأخذ نظرة ثاقبة على الماضي وجماله وتنوع أبداعته فلن تجد مثله في مصر، فهي موطن للعديد من المملكات القديمة التي ما زالت شواهدها باقية إلى الآن فيها لتثبت لنا مدى تقدم حضارتها. واليوم سنتعرف على أهم أماكن سياحية في مصر. الجزء الثاني. قلعة صلاح الدين الأيوبي تم تشييدها فوق جبل المقطم، وكان أول من سكنها هو الملك الكامل بن العادل، واتخذها دار للملك للقلعة أكثر من باب المقطم وباب الجديد والباب الوسطاني وباب القلعة. يمكن أن ترى القاهرة كلها ظاهرة أمامك في منظر بانورامي ساحرة من أعلى القلعة، وتعد القلعة من أفخم القلاع الحربية التي شيدت في العصور الوسطى، فموقعها استراتيجي من الدرجة الأولى، حيث أنها كانت ستكون المعقل الأخير للاعتصام بها في حالة إذا ما سقطت المدينة في يد العدو. جامع السلطان حسين أنشئ على يد السلطان حسين بن قلاوون في الفترة ما بين 1356 و 1363 ميلاديا خلال حقبة حكم المماليك البحرية لمصر، وتتميز بأنها درة العمارة الإسلامية بالشرق، ويعد المسجد أكثر آثار القاهرة تناسقا وانسجاما، ويمثل مرحلة نضوج العمارة المملوكية، ويتكون بناءة من مسجد ودرسه للمذاهب الأربعة، شافعية ومالكية وحنفية وحنابلة، وكان يدرس بها أيضا علوم تفسير القرآن والحديث النبوي. باب زويلة. يعد باب زويلة أحد أبواب القاهرة القديمة، وترجع شهرته إلى أنه كان البوابة التي علقت عليها رأس رسل هولاكو قائد التتار حينما أتوا مهددين مصر، وأعدم عليه أيضا السلطان طوما بأي عندما فتح سليم الأول مصر وضمها للدولة العثمانية. تم إنشاؤه عام 1092، ويتكون من كتلة بنائية ضخمة عمقها 25 متر وعرضها 25.72 متر وارتفاعه 24 متر عن مستوى الشارع، ويتكون من برجين مستديرين يتوسطهما ممر مكشوف يؤدي إلى المدخل. شارع المعز لدين الله يعد أكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية في العالم، ومن أشهر الآثار القائمة فيه هو ضريح سيد الذوق الذي يعود تاريخه إلى عصر المماليك، واشتهر بالمقولة المصرية الذوق مخرجش من مصر. وقد تم ترميم 33 أثر بالشارع، أهمها مجموعة قلعون بالنا حسين، ومجموعة السلطان الغوري، وقصر الأمير باتشا، وباب النصر والفتوح، وسور القاهرة، وقصر الأمير طاس. مسجد ابن طولون هو ثاني أقدم مسجد لا يزال قائما في القاهرة، بني عام 263، وتعد مئذنته هي أقدم مئذنة موجودة في مصر. يوجد المسجد بالسيدة زينب، وقد بنى بهندسة معمارية فخمة على غرار الكعبة المشرفة في المملكة العربية السعودية، وكان أكبر مسجد في الوجود يمتاز بالأفاريز المعقدة وسلسة من القاعات الضيقة، وقاعة للصلاة الرئيسية التي لا تزال تحمل الديكور القديم من الجص والخشب المنحوت.